مش هتصدقوا اللي انا شفته جوه المتحف المصري الكبير. افتتح 12 قاعة عرض جديدة. ازيكم اعزائي المشاهدين، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. جايه النهارده اخدكم في لفة عظيمة، لفة في المتحف المصري الكبير. النهارده هندخل نتفرج على عظمة يا جماعة. 12 قاعة عرض جديدة بتعرض الحضارة المصرية من قبل عصر الأسرات لحد العصر اليوناني الروماني. المعروضات اللي هنشوفها جوه دي حوالي 24 قطعة أثرية، وبتمتد على مساحة 18 ألف متر مربع. انتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ احنا النهارده هناخد جولة في ال 12 قاعة المفتوحين حاليا دلوقتي. كلها بتحكي عن الحضارة من عصر ما قبل الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني. سيناريو العرض بالنسبة للقاعات دي متقسم لثلاث موضوعات رئيسية، وهي المجتمع والملكية والمعتقدات في الحضارة المصرية القديمة. هنشوف ده بالتسلسل جوه، هفرجكم عليه. عامة انتم هتنبهروا، لان جوه من اكتر القاعات اللي هنشوفها جوه مثيرة جدا هي القاعات اللي بتتمحور حوالين الفترة اللي كان فيها زراعة واتطورت معاها الأدوات والزراعة. وبعد كده بنوصل لقاعة تانية بتحكي العصور الوسطى اللي فيها اتطورت الصناعة والحلي وكمان الكتابة ازدهرت ازدهار عظيم جدا. انتوا هتشوفوا دلوقتي حاجات احنا فعلا بنفتخر جدا ان هي موجودة في بلدنا. فعلا بنفتخر جدا ان احنا عندنا حضارة زي دي مش موجودة في العالم كله. وانصحكم جدا ان انتوا كلكم تيجوا وتجربوا التجربة دي. خليني اقول لكم في البداية برضو عن اسعار التذاكر. بالنسبة للسعر الفرد البالغ هنا الدخول ب 200 جنيه. لو سنك فوق ال60 بتاخد نص تذكرة وهتبقى ب 100 جنيه. يلا بينا نبدأ جولتنا العظيمة.
بصوا زي ما قلت لكم كده، دي خريطة العرض الرئيسية للقاعات الثلاثة. طريقة العرض بينصحوا الزوار إن هم ياخدوها بالترتيب. شايفين هما مش ورا بعض، هما جنب بعض، 1 2 3 4 5 6 بنفس التسلسل بنفس الطريقة، علشان تكونوا مريتم بالعصر كله. دي كده رموز العصور: عصر ما قبل التاريخ بتفاصيله، والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، والعصر الانتقال الثالث والمتأخر، واليوناني الروماني. ده كده بداية مدخل القاعات. دي النخبة الملكية. صراحة شكلهم تحفة يعني، بجد ازاي محافظين عليهم لحد دلوقتي. مسلة اهي. ده تماثيل بالنسبة للموظفين، اللي هو زي كاتب، والخدم، تماثيل الخدم اهي تحت، شايفين؟ دي ده بيمثل الكاتب، التمثال ده. ودي بطاقات واختام يا جماعه. دي اول فخاريه منقوشه، شايفين الالوان؟ اول فخاريه منقوشه. دي ادوات الكتابه. دي كتابات هيروغليفيه كده موجوده على كسرات فخاريه، موجود عليها كتابات. ده الكاتب بتاعها. بصوا بقى الاواني الحجريه، اواني حجريه، وطبعا منقوشه، في اواني منقوشه. بصوا بقى الحلي، وصناعات معدنيه كمان فوق اهي، شايفين؟ مشغولات معدنيه وصناعات وحلي. ودي اناءات مزخرفه، شايفين الزخارف؟ دي عليها زي تماسيح كده، ابتكارات فعلا، يعني مكتوب عليها ابتكارات وهي ابتكارات. تعالوا بقى نشوف اللوحات دي. في لوحه بتعرض الصيد في الاحراش، واللوحه الاولى كانت بتعرض الابحار في وادي النيل. ودي لوحه بتعرض احضار الماشيه، شايفين حيوانات اهي معاهم. اما دي لوحه بتعرض الموسيقى والرقص بالطبقه الحاكمه طبعا. ودي لوحه بتعرض الوليمه، هو قدامه وليمه اهي، شايفينها قدام ايديه. ودي لوحه بتعرض منظر ذبح الحيوانات او اكل الحيوانات. بصوا دي بقى، دي مناظر الاسره، شايفين؟ بس المفروض ان ده تمثال عامل في بيبي، ومعاه بقى الحلي والادوات التجميل. شايفين العلبه الخشب دي؟ شايفين اصلا معموله زي دلوقتي بالظبط. ودي المفروض مرايه كانت بتشوف فيها نفسها السيده نبوت. بجد خرافه يعني. ده تمثال خشبي يا جماعه، تمثال كافر بتاح الخشبي. يعني نكمل الباقي. كده تطور المجتمع. تعالوا بقى افرجكم عن الزراعه والغذاء، الزراعه وانتاج الغذاء. شايفين؟ حبوب مصريه، مناجل، بيعملوا خبز، ازاي بيصطادوا ادوات صيد حيوانات. عاجبني قوي اللي هم عاملينه ده تمثال لمنف، مبروزين تماثيل بعينها.
ده سرير ومسندة راس. شايفين السرير كان عامل ازاي؟ سرير وكرسي. بصوا ده صندوق اساور. شايفين الاساور بتتشال في ايه؟ بصوا دي مائدة قرابين بيصلوا قدامها تقريبا زي كده. بصوا القوارب دي، دي أقنعة لنبلاء. بصوا بقى الصولجان ده والعصيان. شايفين بجد يا جماعة؟ شايفين عظمة التابوت والنقوشات اللي موجودة عليه؟ كفاية بس ان هما محافظين عليه. ده من الأسرة 19 تابوت صوتي. شيء خرافة الصراحة. دي الملكة حتشبسوت. راو ان بوي، شكلهم حلو. ميري راو ان بوي. ده شعر باروكة. دي أكراد سمين. بصوا بصوا الوعاء الخشبي عندهم كانوا بيطبخوا في ايه وبيحفظوا الطعام. بصوا كم على هيئة بطة. على هيئة بط. على هيئة كده. بصوا الطبق ده متعدد الألوان، يعني أحسن من اللي احنا بنعمله دلوقتي تقريبا. بصوا لقيت ايه بقى؟ دي لوحات سحرية. شايفين التعابين والتماسيح؟ هنا ماسكة عقارب بإيديها اهي. دي اللي هي فيها قوة سحرية يعني. المفاجأة بقى في دي، شايفين دي؟ دي عارفة اللي هما بيمسكوا ورقة ويقولوا عين الحسود فيها عود بتاع التعويذ، واللوحات أو تماثيل الشافية. شايفين؟ دي كمان من وقت الفراعنة. هو ايه مفيش حاجة من وقتنا؟
بس دي الحاجات اللي كانت جوه. شايفين الهيبوبوتاموس اللي ورا ده؟ كده. دي لقوا فيها حيوانات ورجال وسيدات. المقبرة دي كان فيها مجموعة كبيرة قوي. هي دي مقبرة 72 في هيراكونوبوليس. وفي النهاية أحب أقول لكم إن أنا انبسطت جدا من الجولة دي، وأشجعكم أنتم كمان تروحوا تزوروا المتحف المصري الكبير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي.